السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة جوجو تاروت. وهنقول النهاردة طاقة برج الأسد بتاريخ 11 أكتوبر. يلا بينا كده يا أسود نشوف الطاقة ونشوف التارو عايز يقول لكم إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. مدي ظهرك ووحيد يا أسد. شايفاك بتتجاهل الأمور حواليك، بس في حد مقبل على حياتك مرة تانية. في شخص شاغل باله بيك قوي. هل انت منتظر؟ منتظر، في طاقة انتظار. في حد كده عايز يرجع يعمل توازن تاني لطاقة الأسد، أو هو اللي يعمل توازن بطاقته بوجودك يا أسد. شايفة الأسد يعني ناقش نفسه كتير في الأمر وقرر إنه ما يعني أنا شايفة الأسد هنا على قد ما عنده طاقة انتظار للشخص ده، بس مش بالطريقة التانية. يعني أنا شايفاك بتقول لازم يغير حاجة. الأسد هنا بيقول لي في الطاقة يا جوجل، هو لو رجع على وضعه القديم أنا مش عايزه. هو ده خلاني يعني واخد قرار ما عدلوش مرة تانية. بس أنا شايفاك أسد بتحبه، مش عارفة ليه. لا، أنت عايز حاجة هنا تنتهي. في شيء عند الأسد ما ينفعش تكراره مرة تانية من الشخص ده له. يعني أنا شايفاك يا أسد بتقول لي في حاجات هو كسرها فيا. يا إما أنت مستني اعتذار يا أسد، يا إما مستني يظبط التعامل بتاعه في حاجة، يا إما يغير مسار العلاقة في حاجة، يا إما يبقى كلامه مش كلام أفعال. الأسد أنا شايفاه بيقول لي هنا لو هيرجع لازما يكون بقرار. وشايفاك يا أسد زي بتقول لي كده إيه، لأ العلاقة ما تنفعش ترجع مرة تانية إلا لما بقى خلاص كده نحط القيم ونحط نقط على الحروف في العلاقة. ما ينفعش اتعامل تاني معاه بنفس اللي كنت بتعامل معاه. لكن انا شايفه الشخص ده متصدر الطاقه النهارده كده، وشايفاه مركز معاك يا اسد. هل ده نابع من جواه ولا بيمثل؟ تعال نشوف. ممكن هنا ده كمان يعني العلاقه كانت حد فيكم حط بلوك للتاني، او يمكن العلاقه لسه لحد دلوقتي في بلوك، او الاسد بيفكر في بلوك. ايه بقى ايه قصه البلوك؟ مش عارفه. بس التارو هنا بيقول لي في علاقات من برج الاسد تقريبا كان فيها حاجه تخص البلوك. يا بلوك اتحط من طرف لطرف، يا بلوك كان موجود واترفع، يا اما في بلوك هيترفع، معرفش. ايه تاني هنا معاك يا اسد؟ شايفه اللي انت كنت بتسعى له سابق هيرجع تاني. هتقولي ازاي يا جوجو؟ ده ما كانش ده مغرور. ده حد مش بيعرف يقتنع ان هو بيعمل حاجه غلط خالص. في هنا تعديل قادم. هتقولي ازاي؟ اقول لك معرفش، ورقك بيقول لي كده يا اسد. هل التعديل ده او التغيير ده سريع؟ لا طبعا. هو تغيير ممكن يكون تغيير بسيط لكن موجود. هيرجع هيقدم لك شيء من اللي انت كنت بتتمنى. ايه هو بقى؟ ممكن يكون الشخص ده لو كان دايما بيوعدك بوعود وما بيوفيش، ممكن يرجع دلوقتي ويوفي لك بوعد، او ممكن يغير حاجة في حياته، او ممكن تجاهله اللي كان دايما سايد في العلاقة يبطل شوية. شخصيته اللي ممكن ما بتعرفش تاخد قرارات ممكن يبقى الفترة اللي جاية شوية يبدأ ان هو يعدل في سلوكيه. ما اعرفش، في حاجة في الشخص ده هتتغير، وشاغل دماغه جدا الشخص ده اتجاه العلاقة، لانه عارف ان الاسد خلاص اتغير من ناحيته. وانا شايفاك، انا شايفه الشخص ده يا اسد عنده شغف يعرف حياتك دايره ازاي. ده دليل ان انتم مبتعدين عن بعض، دليل ان الشخص ده كان يعرف عنك كل حاجه وفجاه ما عادش يعرف عنك حاجه. دي طاقه بتقول لي ان العلاقه فيها تباعد. طيب الاسد هنا بقى انا شايفاه رجع لثقته في ذاته تاني. انا شايفاك هنا راجع بتقول لي انثى على فكره او رجل الاسد. شايفه ان انتوا الاتنين يعني رجل الاسد وانثى الاسد معايا هنا قاعدين بثقه كده. انا شايفه الاسد هنا معايا بيقول لي انا عارف انا عملت ايه مع الشخص ده، ومتاكد ان انا ماليش عوض. انا متاكد ان مش هيلاقي لي بديل. انا متاكد انه مهما لف مش هيلاقي حد
لا يديله العاطفة اللي كنت بديها له، ولا جدعنتي، ولا مواقفي اللي ما بتنتهيش معاه، ولا اني كنت متحمل تصرفاته اللي محدش هيتقبلها غيري اصلا. الاسد وعنده ثقة قوي هنا. شايفة كمان يا اسد معاك الفترة اللي جاية بأمر رب العالمين في حاجة هتمتلكها من المال. ممكن يكون وضعك المادي هيتحسن في شيء انت مقبل عليه، يا اما انت عندك سفر الفترة اللي جاية وفي حاجة انت بتقدم عليها يا اسد الفترة القادمة بأمر الله، فيها تعديل مادي قادم، هتدخل لحياتك فلوس، في حاجة جاي لك منها مال. ممكن يكون مال كان عند حد هو هيترد لك مرة تانية، يا اما انت يا اسد ممكن يكون جاي لك حوالة بردية او شيء. المهم ان في حاجة جاي لك تخص المال قريب قوي، او انت كنت محتاج مبلغ مادي ايا كان ايه هو، جاي لك المبلغ المادي اللي انت كنت بتتمناه بطريقه او باخرى، انت بتسعى له، او ممكن يكون كان حد واخد منك مال مثلا هيرده لك تاني. معرفش يا اسد صراحه، اقدر اقول لك كده يا اسد معاك بدايات واو. يعني انا شايفه الاسد كده من بعد فتره توتر، زعل، حس باهمال من الشريك، حس ان هو ما كانش واخد الوضع بتاعه في العلاقه. الاسد كان حاسس شويه ان هو مظلوم او اتظلم. انا شايفه بقى ان انت جاي لك كده عداله ربانيه. يعني انا شايفاك يا اسد آه، هتبقى حاسس ان ربنا عوضك. تمام. طيب تعال نكمل كده كمان، نشوف ايه تاني مع الاسد. شايفه ان في كشف اسرار الفتره اللي جايه مع الاسد، في شيء هينكشف لك فيه سر. ممكن يكون اشخاص بتدعي لك ان هم بيحبوك، او الناس انت حاسس، لان الاسد على فكره الاسد حسيته عليها. يعني انت يا اسد لما بتقعد في تجمعات تبقى عارف مين اللي بيحبك ومين اللي ما بيحبكش، بس ممكن تكون انت يعني ذوقك او لبقتك في الكلام، او انت انسان ما بتحبش مثلا ان انت حاسس بعظمتك، وحاسس ان انت حد حاسس بقيمتك قوي، فما بيأثرش فيك اراء الاخرين، بس انت بينك وبين نفسك بتتأثر يا اسد. بس انا شايفاك هتكشف اوراق ناس بتضلك، شايفاك هتقولي اللي حواليك مثلا كده بالطريقه، انا فاهمكم بس كملوا كملوا، انا ما يشغلنيش افعالكم ايه. طيب ايه هنا تاني يا اسد؟ مش عارفه ليه عايزه اقول الاسد انت لسه طاقتك لسه فيها تعلق بالماضي، وشايفاك لسه مأزم عليك الامر ده. مش قادر تنسى مواقف انت كنت منتظر حاجه واتقابلت بحاجه تانية. في حاجة هنا فيها لم شمل مع الأسد، ممكن يكون رجوع منفصلين. الناس المتجوزة من برج الأسد ممكن يكون في لم شمل هنا تاني، أو لم عيلة أو لم أسرة مرة تانية بعد يعني قرارات انفصال أو حاجة. ففي حاجة هنا معاك يا أسد ما شاء الله. طيب إيه تاني هنا معاك يا أسد؟ الأسد نومه مش ما كانش منتظم الفترة اللي فاتت، عندك صعود عملي الفترة القادمة، هيكون عندك وضع فيه تحسن قوي يا اسد. وكمان شايفة من برج الاسد اشخاص هيكون عندها امتلاك لامور مادية، بمعنى شايفاك يا اسد كده، يعني كارتين اتنين بيقولوا ان الاسد آه، عندك شيء هتمتلكه. يعني انت يا اسد يا اما هتشتري سيارة يا عربية، يا اما هتنول شيء او هيكون عندك ارباح ماديه، عمليه بيع وشراء ناجحه، معرفش في حاجه عندك انت هتاخد من وراها فلوس يا اسد. او ممكن يكون في بدايه معاك مشروع بس هيكون مربح بامر رب العالمين، في معاك ورقه ربحانه، معاك ورقه ربحانه يا اسد، وهتكسب مكاسب ماديه الفتره اللي جايه ما اروعها. ابشر يا برج الاسد بالوضع المادي، ابشر بيه. او ممكن دي على فكره ممكن يكون انت هتمضي عقود لامور معينه في حياتك، او في حاجه انت هتمضي فيها عقود، والعقود دي يعني هيكون حصيلتها خير عليك. تمام. ايه تاني هنا مع الاسد؟ علاقه برج الاسد يا جماعه هنا علاقه حرفيا بتمر باختلافات. في هنا فروق سن، وفي فروق بلد، وفي فروق ممكن يكون في اشخاص متجوزه واشخاص لا. في فروق هنا في علاقة الأسد، وكمان في صعوبات وحواجز، بمعنى في علاقات ممكن يكون فيها طرف ثالث، في حد فيكم يتجوز يا أسد والتاني لأ. لأن أنا شايفة في علاقات تحمل سرية شوية ببرجك يا أسد، أو ممكن يكون في آه، شخصين اتنين، شخص منفصل وشخص منفصل،
لكن الحياة مش عارفة تجمعهم مع بعض. ممكن يكون شخص انفصل، الرجل مثلا منفصل من علاقة والست منفصلة من علاقة، لكن مش عارفين ان هم يرتبطوا. ممكن يكون في حواجز، اطفال، عيلة، عادات وتقاليد، معرفش يا اسد صراحة في ايه، بس انا شايفة ان علاقتك كتير فيها، ما اقدر اقول ان في حاجات تمنع ان الاسد يكون في علاقة سهلة مع الشخص اللي بس انتوا بتحبوا بعض. لكن في عند وفي كبر وفي الشخص ده شوية يعني تعبك. انا اقدر اقول ان هو تعب الاسد. بس الاسد هنا في لقاء تاني مع الشخص ده، والشخص ده لسه في باله معاك. واقدر اضيف كمان حاجة في طاقة الاسد، لان دي طاقة عامة، وطبعا بتشير لي بحاجات كتير جدا هنا مع الاسد. في حد هنا بيكرش على الاسد على فكرة، وممكن يكون لسه العلاقة ما بدتش اصلا، بس في حد هنا بيبعت لك مشاعر جديدة. في حد عايز يرجع للأسد، أو مش يرجع، لا هو عايز يظهر نفسه للأسد، عايز يقول للأسد أنا موجود، التفت لي، خد بالك مني، في حاجة كده. معرفش الأسد على فكرة، الأسود اللي معايا متعلقة بالشخص القديم، وما عندهمش يعني حتة ان هو ايه يبقى مشتت ما بين اتنين. بس انا شايفاك الفترة اللي جاية اسد شوية هيبقوا في اتنين محيرينك، اللي راجع من الماضي ده والجديد. وانا شايفه الاسد الفتره اللي جايه اصلا عنده طاقه جذب رهيبه للاشخاص. الاسد في علاقه معاك الفتره دي هتنتعش مره تانية، ده اللي اقدر اقوله للاسد. طيب الطاقات هنا اللي معايا البرج الاسد، معايا طاقات مائيه بقوه، معايا طاقات ناريه، ومعايا طاقات ترابيه. الهوائيه بسيطه لكن متواجده. بس عايزه اقول حاجه كمان لبرج الاسد، في حد بيحبك يا اسد، في حد بيحبك وعايز يكون معاك مره تانية. في بينكم خلافات، العلاقه ما فيهاش توازن، وانا شايفاك يا اسد كمان بتتعامل الفتره دي بحديه قوي معاه. يعني بتتعامل معاه بطريقه هو ملاحظه ان انت مش تمام. بس انا شايفاك بتحبه يا اسد، وهو بيحبك على فكره. يكون ما بينكم ود وحب الفتره اللي جايه، العلاقه هترجع تاني حلوه، بس بعد تعديل. يعني انا شايفاك يا اسد هنا بتقول لي لا، في حاجات في العلاقه لازم تتعدل مره علشان العلاقه تاخد المسار اللي انا مرجعش مره تانية احس ان انا انكسرت تاني. فانا شايفاك بتحط شروط وقيود للعلاقه، او انا شايفاك مش هترجع الا لما الشخص ده يبطل حاجه معينه او يبطل كلام بدون فعل. الاسد بيقول لي كده، بيقول لي في حاجه لازم يبطلها، في حاجه لازم يثبت لي افعال مش كلام. طيب الشخص اللي انا عايز يقول لك بقى ايه يا اسد، الشخص اللي في بالك يا اسد، تعالوا اسحب كده رسائل من عقله. ما تفكرش سكوتي او بعدي عنك اني مش بحبك، بيقول لك ما تفكرش ان انا وانا بعيد عنك ان انا مش بحبك. اتمنى اكون زيك، قوي زيك، انت مصدر قوتي. ان اسيبك تمشي كان اصعب شيء مر عليا. لو هترمي نفسك في النار هرمي نفسي معاك. في حاجات كتير بتحصل انت ما تعرفهاش. الشخص ده بيحكي لك، الشخص ده عايز يحكي لك يا اسد ايه اللي حصل معاه. دايما انت النور لعتمتي. هقول لك ايه بالظبط قصه الشخص ده دلوقتي. انا اتخذلت كتير من كذا مره من اشخاص كتير، حاولت كتير اتصل بيك لكن كل مره بتوتر. انا غبي ان خليتك تمشي. من الاخر كده يا اسد، شخص بيعاتب نفسه على اسلوبه وتعامله معاك، ندمان، زعلان، مكسور من غيرك يا اسد. انت كنت مصدر قوة الشخص ده، وكنت مصدر لثقته في ذاته، وهو كمان كان بيستقوى بيك وانت بتستقوى بيه يا اسد. فانا شايفه شخص بيلوم نفسه، بيعدل في طاقته، وكمان وحشه، انت وحشه جدا يا اسد، والشخص ده عايز يرجع لك مره تانية. طيب تعالوا هنا نشوف رساله لبرج الاسد. بسم الله. تسامح. النصيحة بتقولك تسامح، حان الوقت للتسامح للآخرين. يعني من الآخر كده دي نصيحة بتقولك حاول لو أنت اتظلمت يا أسد سامح، علشان التسامح بيجيب خيرات وبيجيب وفرة للشخص المتسامح. لأن التسامح من أفضل الصفات اللي بيتميز بيها الأشخاص على فكرة، لأن أنت ساعتها بتوكل أمرك لله وبتوكل ربنا بدالك، فصدقني بالنصرة بتكون أكتر بكتير مما تتخيل.
يستحق الانتظار، التوقيت الإلهي يعمل في حياتك لتلبية احتياجاتك العاطفية. بيقول لك يا أسد القدر والتوقيت الإلهي هيجيب لك حاجة غير متوقعة لحياتك بأخبار سعيدة، وشايفاك الانتظار بتاعك هيكون بطريقة إيجابية الفترة القادمة. يا برج الأسد، كنتم في قناة جوجو تاروت، نورتوني.